الأهلي يعلم منذ ساعات قليلة تعاقده مع محمد بن رمضان آه لمدة 4 سنين ابتداء من الموسم القادم. مبروك للنادي الأهلي طبعا. النادي الأهلي بيدعم صفوفه آه بطريقة جبارة استعدادا لكأس العالم. ف بما اننا بنحاول ندعم الفرقة، يا ريت ما ننساش الدفاع، لان احنا عندنا على ما اعتقد يعني ان احنا عندنا 3 مدافعين، اشرف داري ورامي ربيعة ومين تاني وياسر ابراهيم. فيا ريت بس ندعم وندعمه بناس ما بتتصابش، يعني ما بيجيلهاش اصابه كل مثلا 3 4 ايام، عشان احنا عندنا ناس لو قلت لها لو رميت عليها السلام بتتصاب. آه و يا ريت يا ريت بس جمهور الترجي جمهور الترجي اللي كان بيقول اوعوا تفكروا محمد بن رمضان امام عاشور. صباح الفل يا كباتن، صباح الفل يا حبايبي. ادي محمد بن رمضان اهو في النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيحط لاعب في دماغه هيجيبه. فليه يا ابني انت تحط نفسك في الحته دي مع النادي الاهلي وتتعب نفسك وتسوح نفسك التسويحه دي؟ عيب يعني. الاهلي يا ابني كبير القاره، اي لاعب عايز يجيبه هيجيبه. واحنا هواه. الكابتن احمد زيزو، احمد السيد زيزو، يا اسطى بالله عليك ما تبقاش كياد بالمنظر ده. مش معنى انك انت هتروح النادي الاهلي انك تروح تتدرب في الاستاد بتاع النادي الاهلي وهو لسه بيتبني. تبقاش كياب بالمنظر ده. ليه؟ ان هم من امبارح مفرفرين، مفرفرين حرفيا. فبالله عليك يا اسطى، يعني انت اكلت معاهم عيش وملح، ما تهيجهمش بالمنظر ده. مش ناقص نق والنبي في كاس العالم عشان هينقوا وهيخربوا علينا الدنيا، وانت عارف نقهم، انت عارفهم بيزوموا ازاي يعني. تبقاش كياد بس، يعني عيبه، يعني عيبه يا ابني. راعي الناس اللي انت اكلت معاهم عيش وملح. هم ناس ما بيرعوش حاجه وعايزين يطلعوك في الاخر مديون. بس يعني معلش خليها عليك يا اسطى انت و آه، اعمل بجدعنتك معاهم بس. مش عايزين اكتر من كده يا اسطى، عشان هم صراحه مفرفرين. مفرفرين. النادي بايظ، النادي باظ يا جدعان، النادي باظ، النادي باظ خالص. يعني الدنيا صعبه جدا معاهم. والله العظيم 3 ده انا بعدي على النادي كده محزنه. انا شايف نادي حزين.